ازيك يا معالي الباشا؟ بص يا وزير، عشان ما نطولش على الناس والناس يقولوا ده عامل سبق صحفي وكده. اتواصلوا معايا اولاد خالتك وفوضوك ان انت هتتكلم على الاثاره اللي على النت الايام دي، الناس اللي هي بتقول متواصله مع ندى ورانا اولاد خالتك، وعايزين نعرف هل المعلومات المتسربه على لسان ولاد خالتك حقيقيه ولا لا، عشان الناس بس بجد تعبت وابتدت مخها يدخل في بعض. هو بص يا باشا، هو ما فيش حد متواصل مع اولاد خالتي او مع العائله دلوقتي الا الحاج محمود شاكر بس. تمام. غير كده ما فيش. يعني تمام. غير كده اي حد يطلع يقول اقاويل تانية، ما فيش م. الكلام ده. تمام. لو في حد يا جماعه عايز يسال اي سؤال للاستاذ كريم، الاستاذ كريم اهو طلع لكم صوت وصوره، ابن خالد محمد اقرب مني انا كمان لبيت خالته. اتفضل اتكلم يا استاذ كريم، اتفضل. فهو الحاج محمود بس اللي متواصل معانا ومتواصل مع اهل محمد. م. اي حد تاني بقى يطلع يقول انا كنت زميلته، كنت مش عارف ايه، كنت ايه، اعرفه ما اعرفوش، الكلام من ده. طيب م. الكلام ده ظهر دلوقتي ليه؟ الكلام ده المفروض يظهر من الاول، من الاول بالظبط. خالص، من اول القضيه خالص. يعني هو ظهر بالظبط. دلوقتي ليه؟ احنا كنا صحيح. في الاول بندور على اي طرف خيط يوصلنا لاي حاجه. دلوقتي مليون واحد بيطلع مثلا م. يقول لحضرتك ايه، انا كنت مع، انا شاهد على الواقعه م. الفلانيه، انا شاهد على طب انتوا كنتوا فين؟ صحيح. انتوا كنتوا فين؟ انتوا كنتوا تعرفوا اصلا؟ يعني لولا ستر ربنا اللي النقد ممكن يتبص فيه او يتناقش فيه او لا. دي حاجه في علم وفرضا الغيب. اللي ما كانش، صحيح. اه طبعا لا قدر الله ما كانش حصل حاجه من دي، كنتوا م. هتطلعوا برضه بعدها تقولوا انا كنت زميلته، انا كنت زميله، انا كنت معاه، انا كنت كذا، انا كنت كذا. لا طبعا. طب محمد بصفتك انت يعتبر ابن خالته يعني اخوه، هل كان في بنات او شباب بيجوا يذاكروا مع محمد في البيت؟ لا خالص. خالص. نهائي نهائي. ما فيش الكلام ده، لا 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 لا. فعلا. فعلا هو ما كانش لان. بيدخل، ما كانش بيدخل اصلا بعد اذن، يعني انا اسف في القطع كلام حضرتك، لا ما كانش اتفضل. بيدخل الشباب بيته. سامعين يا يعني هو جماعه؟ ما كانش، يعني ما اصل كانش بيدخل في الشباب بيته عشان اخواته ووالدته. في حد قال انا كنت بذاكر معاه عن طريق التليفون وكنت ساعات بروح عنده البيت. منور يا استاذ، هخليه يجاوبك يا استاذ عبد الوهاب انت والاستاذه نسرين، حاضر. هم الناس بس بتسال عايزين يطمنوا على الحاجه خالتك وعلى محمد. لا هم الحمد لله كويسين جدا، والحمد لله ان شاء الله خير، والناس بس تدعي لهم كده باذن الله، وباذن الله كل اللي جاي خير باذن الله. ان شاء الله هم باذن كويسين الله. الحمد لله وفي امان، وبيشوفوه على طول وبيزوروه، ما بيقطعلوش زياره، وهو كويس الحمد لله واطمن وعارف ان الناس كلها معاه، وان الحمد شاء الله لله. خير يعني باذن الله. باذن واحنا الله. اهو قدام الاستاذ كريم، احنا فاتحين حاجه شغالين فيها على مرأى او مسمع من اخوات محمد وآل محمد كلهم. كل خطوه احنا بنمشي فيها انا بالنسبه لنا بيبقى عندهم علم قبل ما بعملها، عشان برضو مشككين ان انتوا بعتوني على قصه يعني. لا طبعا ما فيش، يعني هو عامه دلوقتي ما فيش اي حد ماسك القضيه في قضيه محمد الا الاستاذ اشرف نبيل، طبعا دي حاجه معروفه. اكيد والاستاذ طبعا. محمد اللي هو حضرتك الاستاذ محمد رجب العسقلاني، ربنا واي يعزك يا رب. محامي تاني م. يعني مستعد دلوقتي يتطوع في اي حاجه ويساعد باي حاجه. م. احنا تحت امره في اي حاجه، بس يعني يشرفنا ما فيش والله حد دلوقتي. يعني. يا ريت احنا نتمنى اي حد هيفيد محمد، نتمنى ان هو يشرفنا، ولو عايز اي معلومات اي بينات انا تحت امره. اي محامي خلق ربنا بس يكون واقف مع محمد. طبعا م. طبعا يعني ما مش هنكره المساعده، او هنكره مثلا حد يضيف حاجه جديده او يفيد في القضيه او كلام من ده. ان شاء الله باذن الله يكون خير. لو حد يا جماعه ليه اي اسئله، الاستاذ كريم اهو يعتبر بيتكلم بلسان الحاجه ام محمد واخوات محمد، وهم دول يعتبر اقرب ناس لمحمد، امه واخواته. فما يفوضوا ابن خالته ده يعتبر اخوه، حتى لو ما فيش تفويض ده اخوه يعتبر. والاستاذ كريم انا كان ليا الشرف ان كنت متواصل معاه من قبل الحكم باربع ايام لو هو يفتكر. الله يخليك، الله يخليك، ده شرف لي انا يا باشا، ربنا شرف لي انا يا يعزك استاذ يا رب. محمد. ما هو قال لكم يا جماعه محمد بيطمنكم ان محمد كويس الحمد لله، وعرف ان كلكم متوقفين معاه ومتعاطفين، وان اللي جاي خير، والحاجه ام محمد كويسه واخواته كويسين. اه الحمد لله كويسين والله، ومحمد كويس، والزياره في ميعادها كل شهر باستثناء بس اللي هو الشهر بتاع 6 اكتوبر ده اكتوبر كان ايوه بالظبط. اه هي كان بس بيختفي. في حد تونسي قاعد في ايطاليا، استاذه اسمها استاذه ناديه، بتوصيك توصل السلام لمحمد لان هي معتبراه ابنها. يعني هي لما ما يجي ان عرفت شاء الله يوصل. ما عرفت ان حضرتك طالع، امنتني ان اوصل لك الرساله دي، بعتها لي في رساله. الاستاذه ناديه دي تونسيه مقيمه في ايطاليا، معتبره بالامانه محمد عادل ابنها هي. يعني هي بتقول ان خالتك ملهاش فيه اكتر منها. على دماغي، على دماغي والله، على الله دماغي. يكرمك الله تسلمي يكرمك. تسلمي حضرتك، تسلمي. وخلي بالك والله في ناس كتيره بالامانه الا من رحم ربي، بالامانه بيدافعوا عن محمد بدون اي مقابل، بدون اي شهره. يعني اعرف ناس كتير بدون ذكر اسماء عشان ما انساش، يعني استاذه ياسمين اللي راحت زارت خالتك، استاذه استاذ سيلين. ياسمين، اه اه استاذ والاستاذه ياسمين. سيلين، استاذ مصطفى مدكور بيدافع، بس استاذ مصطفى مدكور يمكن ايه واخد جنب زي إن كلمه ايه، ان حق محمد عشان يرجع يبقى هنرجع حق نيره، حق نيره لو رجع يبقى يرجع حق محمد. احنا ده طب انا المبدا. عايز، اتفضل. طب انا عايز اسال سؤال بس يا فندم بعد اذن حضرتك لا يعني. اتفضل. في ناس مثلا لما بتيجي تكلمني وكده مم. وتقول لي هي خايفه معاها حاجات وخايفه، او مثلا تمام. ما بتقوليش على اساميها، يعني ما تمام. بتقوليش على اساميها، او بتقولي ها. مثلا اي حاجه تفيد اللي الواحد يتواصل معاها. طب بص يا استاذ كريم، الناس دي زي ما انت حضرتك اتفضلت وقلت كانوا فين من اول من بدايه الجريمه. الطرف الثاني لا هو معاه سلطه ولا معاه بيخوف حد، اللي هو خايف ان هو ما يروحش او مش عايز يظهر، اضعف الايمان بلاش اي محامي يتواصل مع حضرتك انت ويبعت لك عن طريق النت، وحضرتك انت هتقدر تتصرف سواء عندي او عند مكتب الاستاذ اشرف، واحنا نشوف الادله ونمشي وراها. لكن اللي هو بيتكلم من غير ادله ده اعرف ان ده مدسوس عشان يشتت افكارنا. مفيش واحد خلق ربنا معاه شهاده ان هينقذ رقبه بني ادم يكون هو مظلوم، صدقني وهيعملها. انا حطيت بنتي ان معاها ادله وانا ابوها، وواحد هيتعدم
انا هاخد بنتي واروح معاها عشان خاطر دي شهاده يعتبر قدام ربنا. الناس دي كلها داخله كانوا عمالين يودونا ويجيبونا، الناس دي عامله برامج صوت، انا دخل لي يمكن 3 من ضمنهم كنا متواصلين مع بعض حضرتك وكشفناهم انا وحضرتك. بل ازيدك من البيت شعر، رنا بنت خالتك كشفه بتاع 4 يعني في لسته كده احنا كاتبينها. الناس دي من قديم الازل اصدقاء لنيره الله يرحمها، وفي اللي هم مندسين ان هم يعملوا شويه فلوس وخلاص او ترند، ده للاسف. لكن انا متاكد مفيش حد معاه ادله. لو حد معاه ادله يجي وعلى اتم استعداد احنا نامنه، لان معلش احنا بلد فيها قانون يا استاذ كريم. يا استاذ، يعني يا استاذ محمد، يعني مش حكايه تامين حتى، حكايه اللي انت شاكك مش عايز تقول لي اسمك او تقول لاستاذ محمد اسمك. هو احنا يعني احنا اعداء مثلا؟ ده احنا في قلب القضيه. اصل محمد اخويا وحضرتك المحامي بتاعه، فهيلاقي اكتر من كده امان فين؟ انت مش عايز تبان في الصوره خالص. قالوا يا استاذ محمد والله يا استاذ محمد انا مش عايز حد يعرف عني حاجه، في كذا 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 اهو، وكاني ما قلتش لحضرتك حاجه. حضرتك طبعا هتقول بالظبط. اتفضل مشكورا، ده ولا اللي كاني طلب عرفت حاجه. ده اللي طلبته من البنت اللي اتواصلت معاك ومعايا. طلبته منها، قلت لها انا لا عايز اعرف اسمك ولا عايز اعرف منك اي حاجه، اكتبي لي هنا كل المعلومات وانا على تم استعداد ان اعملي لي بلوك مش عارف اوصل. ردت اخر الكلام راحت قالت لي بنفس اللفظ انا خايفه واللي هقوله ده هيديني انا. قلت لها الكلام ده مش مظبوط، مفيش حاجه تدينك طالما انت هتشهدي، ولا انت متورطه في الجريمه؟ قالت لي لا مش متورطه بس انا معايا حاجات. طب يا ستي ابعتي لي الحاجات دي، بلاش اللي بصوتك. بتتهرب بقى لها اسبوع، فهو مفيش. وفي برضه منصات تانية خلي بالك كتيره زي منصه استاذه سحر والاستاذه حسناء. الناس دي خلي بالك برضه بيدخل لهم نفس القصه، نفس القصه برضه، ايوه والناس فاهم. متعاطفه برضه مع، لو انت معاهم على الجروب بتاعتهم المنصات بتاعتهم بالامانه بتتكلم بمنتهى حياديه وبتتكلم بص اصل انا بطريقه. اتفضل. انا عايز اوضح حاجه بس للناس يا استاذ محمد. م. انا مش على اي جروب تمام. على الاطلاق. انا بتابع من بعيد لبعيد. ليه بقى؟ م. لان في موضوع القضيه من الاول م. شكوا فيا. اه شكوا مثلا في رامي الكتالوني، شكوا بالظبط. مثلا م. في استاذه منى وشنب، شكوا في حضرتك. ده في كله ما في فيش حد ما كله. شكوش فيه. ما فيش حد ما شكوش فيه. م. فانا خلاص هطلع م. انا متابع من بعيد لبعيد. انا ما يلزمنيش حاجه، انا يلزمني نعم. اهلي ان انا اطمن عليهم. دول انا يا اهم حاجه، محمد صح في صحيح. في حاجه جديده. اصل انا عارف م. مواضيع كتير. في حاجه نعم. جديده مثلا اضيفها، م. اقول له استاذ محمد، اقول له استاذ اشرف، اقول له استاذ مش عارف بالظبط. مين، اللي هو يعرف يوصل المعلومه صحيح. بكل صدق وكل دقه. نعم. لكن بقى مش هقعد بقى ده في واحد مش عارف عمل ايه اروح وراه، ده في مش عارف ايه. طب اقول لحضرتك على حاجه. انا اتفضل. كان في بنت، اقسم بالله بنت كانت مكلماني تقول لي حضرتك تقدر تامني؟ م. قلت لها حضرتك الامان ليكي في ايه؟ الموضوع ده بقى له مثلا ازيد من شهرين ولا حاجه، ايوه. قبل الحكم وقبل كلام. م. انا تليفون محمد لقيته. اه. انا لقيت تليفون محمد هم بيضربوه، م. انا سحبته خدت. كده ولقيته على الارض اه. واخدته في البيت. م. حاجه تضحك جدا والله. يا باشا مش عارف. التليفون في شخص ما طلع في بث وحذفه وقال التليفون كان موجود مع حد وخده طلع عليه ورجعه بنفس اللفظ قال مع المباحث، والتليفون ما ظهرش لا في نيابه ولا في مباحث ولا في احراز. فبندور احنا على المقطع ده ان احنا برضو نعمل بيه بلاغ باذن الله. يعني هي بس الناس تساعدنا في المقاطع اللي هي اللي ناقصه بس، لان فعلا في ناس بعتت لي مقاطع البلاغات اللي عاملها فعلا فادتنا. طب بالنسبه لموضوع سؤالين الناس فعلا عايزه تسالهم، انا طبعا عارفهم لان الحاجه جاوبتني عليهم. محمد من يوم ما اتولد بات بره البيت في اي فتره؟ من يوم ما اتولد بات بره البيت. من ساعه ما دخل الجامعه بات بره البيت مره شهر او اسبوع او ايا كان؟ لا. طب هل في عقد جواز عرفي اتلقى وفعلا وصل لمكتب الاستاذ اشرف نبيل؟ لا. سمعتوا يا جماعه؟ عشان بس ايه الاقاويل اللي الايام دي غرضها ان الناس المتعاطفه مع محمد تتشتت تشتيت غير عادي بعقد، او ان محمد كان في بنات بتذاكر معاه، محمد كان خجول، محمد لما كان بدون ذكر اسامي احدى الجيران بنت حد اعرفه في كليه الطب بتذاكر مع اخوات محمد، كان محمد بيدخل البلكونه يفضل قاعد في البلكونه لحد ما هي ما تمشي، مع ذلك هي يعتبر متربيين مع بعض. محمد مش منطوي، محمد خجول، كان ممكن يقعد في إيه. البلكونه بالساعات. صح كده يا اسال استاذ استاذ كريم؟ محمود، اسال استاذ محمود شاكر. م. انا في صحابي معايا في الشارع مع محمد، صحابي قدي في السن، هم عارفين نعم. ان محمد ابن خالتي وكده. نعم. فكانوا مثلا لما انا اروح له يعني اقابل حد فيهم اسلم عليه كده، يقولوا هو ابن خالتك بيكسف يسلم علينا ليه؟ فعلا. يعني هو بيكسف فعلا. يسلم على جيرانه، مش فعلا. مش مثلا اللي هو استعلاء وكده، لا ده هو خجل. م. اللي انا كسف حتى اقول السلام عليكم وانا ماشي والله العظيم. الشارع كله فعلا اتكلم معايا من خلال الحاج محمود الله يديله الصحه. محمد ما كانش يمكن واخد على حد في الشارع كله غير الحاج محمود، وكان على حسب الحاله المزاجيه زي ما قال، لو في مشكله نفسيه معاه ومتضايق كان ممكن يعدي من غير ما يسلم. اه. اقرب واحد كان ليه يعتبر هو الحاج محمود في المنطقه كلها، يعني معتبره زي الاب الروحي بتاعه، الا بس جار واحد ان شاء الله باذن الله انا هعرف اظبطه باذن الله. لا لا لا، في سيبك من الجيران، زي ما في الحلو زي ما في الوحش، لا الراجل هو على الله الاغلبيه يرضي حلوين، كلامه. الاغلبيه بصراحه اللي شفته ما في حد قال كلمه ولا على محمد ولا على اخواته ولا على حاجه والدته. يعني ده لا طبعا. التعاطف بتاعنا اصلا جه من الادب بتاعه والاخلاق في الكلام اللي قاله في المحكمه. يعني الناس دي كلها اللي موجوده متعاطفه مع محمد عادل بسبب انه فعلا ولد يتيم. خالتك الله يديها الصحه ربته صح، يعني ربت محمد صح. صدمه، صدمه، ومحدش لسه لحد دلوقتي فات شهور اهو مصدق اللي هو ممكن يعمل كده. بالظبط. بالظبط. فعلا. يعني هقول لحضرتك حاجه، الفيديو او الجريمه او مثلا الكلام ده لو مش متصور اقسم بالله ما كان حد ما صدق كانش فعلا. حد فعلا فعلا بنت خالتك قالت الكلام ده والحاج محمود كذا مره، صح. صحيح. يعني والله فعلا ما كانش حد صدق. يعني انا
انا لحد دلوقتي لسه بفكر يعني هو ده؟ لا مش هو، يعني ازاي؟ مش فاهم. بيقطن وبيسكن الشاب محمد عادل ابن شارع عبد الشافي بمدينه المحله الكبرى، هنا في نفس المكان اللي بيسكن فيه من امام منزله. كنا مع شهود عيان. في سؤال دلوقتي اتسال بالنسبه للناس اللي هم بتوع الجروبات اللي كانوا قبل كده، اللي كانوا عاملين م. جروبات قبل كده، كانوا بيتواصلوا اه مع اهلي ولا لا؟ كان في اتفضل. بعضهم بيتواصلوا مع اخوات محمد، بس ده في اول القضيه خالص، في اول اسبوع مثلا في القضيه، م. وبعد كده ما عادش حد بيتواصل. ان هم تقريبا غيروا التليفونات اللي عرفتوا الارقام، صح غيروا كده؟ كل حاجه، غيروا الارقام، اه. ما عادش بيتواصلوا مع حد م. يعني. هو انت عارف حضرتك طبعا م. اللي هم فيه، يعني مثلا ممكن يجيبوا على ما يردهم عليا انا مثلا، على حضرتك، على اي حد، على استاذ محمود، على الكلام ده كله. والشبكه كمان بتاعتهم اصلا، المكان اللي هم فيه الشبكه وحشه اصلا. طبعا. سمعتوا يا جماعه؟ طبعا ما فيش انا حد بقى متواصل مع البنتين، اي حد يقول اي كان، ما فيش حد متواصل معاهم نهائي غير مع الحاج محمود وجزء مع استاذ كريم، الناس اللي تعرفه. وفي انا حتى لما باجي اتصل بيهم فعلا الشبكه وحشه، بكتب لهم على الواتس وهم بيشوفوا الرساله بيطلعوا يا عيني يطلعوا لحد فوق السطح عشان يعرفوا يكلموني. وتاني اي حد معاه ادله يتوجه ليها، النيابه عايز يروح لمحامي تبعه هو، ما فيش اي مشكله، باب المحكمه مفتوح لاي محامي، الموضوع مش مقتصر على مكتبين اتنين اهل محمد بيقولوا عليهم. القضيه راي عام، ومن حق اي محامي يجتهد ويدخل فيها ويثبت الادله اللي هو عايزها ويروح يقدمها في اي وقت واي مكان، والاماكن بتاعتها تمام. معروفه. تمام، اي حد م. معاه ادله خايف، خايف م. من اي حاجه، ممكن يتواصل معايا، يتواصل مع استاذ محمود، يتواصل مع استاذ محمد، يتواصل مع اي حد بسريه تامه، ومحدش هيتكلم معاه او هيذكر اسمه او هيذكر الادله دي جت منين. ان حتى كانت اتطلبت الشهاده بتاعته، على الاقل هنقدر نوصل من خلالها ان احنا نمشي ورا خيط جديد. هو محمد الحمد لله حته سبق الاصرار والترصد، الحمد لله سبق الاصرار ما فيش ترصد، دي اتشالت، معناها ان اتشال حبل المشنقه. اي حد من الجروبات الثانيه يقول كلام غير دون، او يقول هياخد براءه، او لا حبل المشنقه او النقض هيترفض، الكلام ده ملوش اي صحه خالص. القضيه ماشيه في طريقها. حته الاعتراف سيد الادله، ما فيش حاجه اسمها الاعتراف سيد الادله، الاعتراف ليس سيد الادله. وانا نزلت لكم فيديو على صفحه المكتب وعلى صفحتي للدكتور فتحي سرور بياكد فيه ان ما فيش حاجه اسمها الاعتراف سيد الادله، وما فيش حاجه اسمها ان ناخد جزء من الاعتراف دون باقي الاعتراف. في اعترافات ثانيه، في شاهد زميل محمد اللي انتم بتشتموا عليه، الشاب ده فعلا هو الوحيد اللي شهد مع محمد، بس طبعا الاغلبيه الاكثر كانوا ضد محمد، وكل ده هيتصحى باذن الله في الفتره اللي جايه باذن الله. شوف يا استاذ كريم بقى انت هتقول لهم ايه عشان ما نطولش عليهم. اللي احنا بس بنطلبه من حضراتكم محدش ينساق ورا اي خبر كاذب، محدش يصدق اي حد بيطلع مثلا يقول انا صاحبه محمد، انا صاحب محمد، انا اعرفه، انا معايا دليل، انا معايا مش عارف ايه، انا ونبدا نعمل عليها حوار ونبني عليها احلام. الفتره دي كلها بس اللي احنا نعمله نكتفي بالدعاء، ما نصدقش اي اشاعات. في دليل ملموس او اي حاجه نراجع نفسنا مره واثنين وثلاثه، ما نقولش مثلا لا صح ده مش عارف ايه. يا جماعه باينه زي الشمس او واضحه زي الشمس، واحده او واحد بدون ذكر اسماء، قضيه من شهر 7 لحد دلوقتي جايه تظهر دلوقتي وتقول انا، او يظهر دلوقتي يقول انا كذا كذا، وانا عندي حاجات كتير. طيب ماشي تمام، ممكن انت تلغي مجال السوشيال خالص او ما تطلعيش بدل انت خايفه من الكلام ده، تقابلي اي، انت عرفتي طبعا الاشخاص اللي مسؤولين على القضيه، تقابلي اي واحد فيهم بعد اذن حضرتك يا استاذ، في واحد اثنين ثلاثه بسريه تامه او بدون مثلا ما يحصل لك اي مشاكل. لان صحيح. انا ذات نفسي انا بعيد عن الجروبات او بعيد عن الكلام ده بسبب اللي حصل فيه قبل كده. بس يعني انا طبعا عمري ما هتخلى عن اي كلام غلط يحصل او اي كلام من ده ما يعجبنيش، لازم اطلع طبعا اصحح للناس او اوضح، حتى لو اتهموني باي اتهامات، اي اتهامات كان قبل كده، عشان كنت بقول يا جماعه ما حدش يذكر متوفيه باي سوء او ينشر صورها او كذا، طلعوني خاين لا وطلعوني خاين ليه؟ حاجه خاين ليه؟ ده يعني معلش انا معنى كلامك كده، معلش ان ولاد خالتك وخالتك يبقوا خاينين؟ خالتك اما تيجي السيره وانا بكلمها ما بتقولش غير الله يرحمها، لان ده احنا مسلمين وهي طبعا يجوز عليها الرحمه، وولاد خالتك في طبعا التليفون الله يرحمها، يعني الناس عارفين ربنا، طبعا فمش خيانه طبعا دي. هل خالتك ولا ولاد خالتك هيبقوا خاينين لابنهم؟ من رابع المستحيلات، كلنا مسلمين وزي ما هو ابننا هي بنتنا وماتت عند ايد ربنا، ما نقدرش نتكلم في حقها حاجه غير ان احنا بنظهر بس حقائق للناس، لكن هل لو هي مدانه بحاجه احنا نقدر نحاسبها؟ ربنا اللي هيحاسب. احنا لينا طبعا بنظهر حقائق عشان الولد اليتيم ده نقدر نرجع له حقه، وانا متاكد حق محمد اول ما يرجع حق نيره هيرجع، لان معلش ان كان متهم واحد اتحكم عليه فاحنا ممكن نقدر ندخل خمسه وسته ويبقى جبنا لك يا نيره حق كامل مكمل، مش حق محمد بس. طبعا طبعا يمكن ما هم عندناش اهلها فرصه. مش فاهمين كده، او الناس المتعاطفين معاها مش فاهمين الجزئيه ديت، لكن لا، انا لما واحد يقتل بنتي ويتحبس ويكون في واحد بره انا ما جبتش حق بنتي، لكن الاثنين لما يتحاسبوا او الثلاثه او العشره انا جبت حق بنتي. فيا ريت الناس المتعاطفه برضو تفهم الجزئيه دي. يعني في ناس ابتدت مع الاستاذ مصطفى مدكور مشكور بصراحه، وانا بكن له كل احترام انه عمل برضو مناظره مع حد من الطرف الثاني وخلاه يقول يا رب النقض يتقبل وتتعادل محاكمه عشان حق البنت يرجع، لان هي زي بالظبط سلسله مربوطه ببعض، حق محمد مرتبط بحق نيره، وحق نيره مرتبط بحق محمد. السؤال احنا جاوبنا عليه يا جماعه اللي هو بتاع ايصالات الامانه، ما ينفعش ان حد يشتكي غير محمد، ومحمد حاليا بالحكم ده فاقد الاهليه، وحتى لو فرضنا ان هو اشتكى، هو عدى على الموضوع تقريبا اكتر من سنه، صح يا استاذ كريم؟ انه موضوع على ايصالات امانه، سنتين. صح؟ يعني يعتبر في ترقي في البلاغ ولا ليهم اي لازمه، هو ينفع ان لو هم اشتكوا بيجيب براءه لمحمد، فهم عمرهم ما يشتكوا ومفيش ايصالات ظهرت عندهم غير كلام. هم لو كانوا اشتكوا كانوا اشتكوا من الاول خالص. كنا لا، ولو اشتكوا دلوقتي الموضوع اتعرف هنعرف نجيب له براءه فيه، يعني ما فيش ادانه، بس هم عمرهم ما يطلعوهم عشان ما يدينوش نفسهم، رغم ان هم قالوا ان في توقيع.
يا جماعه اصلا وصولات الامانه دي ادانه كامله، اللي فيه فعلا حصل تعدي عليه ومضى على وصولات امانه وكلام من ده، فيعني هو كده برضه ليه حق، يعني ده من الاسباب برضه اللي هو ايه يعني عمل اللي هو سعاده عمله. المحاكمه هنقدر نصير ده؟ لا هي مش عايشه يا حاجه، الاستاذه ناديه بتسالك بتقول لك في شك انها عايشه. يا جماعه اي طب حاجه انا على هقول لك النت. حاجه، اتفضل. هو من كتر الناس متعاطفه قوي مع محمد ده طبعا يعني يعني م. حاجه كويسه جدا، لكن آه، بعض القصص من كتر التعاطف او من كتر الحب الشديد دي بالظبط. ممكن تبقى يعني م. تقلب الموازين خالص. يا زي ايه؟ جماعه. زي م. مثلا اتفضل. حكايه السكينه السوسته، م. حكايه المخدات، بالظبط. حكايه ندى الغريب، حكايه مثلا اللي هي عايشه اللي هي دلوقتي في الساحل بتصور فيلم. يعني انا مش حضرتك استاذ قانون وعارف. اللي ماتت يا جماعه نيره، واللي قتل محمد انتم مصيرته موضوع ان في اتنين محمد. انا اكتر حد يعرف محمد مش هنقول الاستاذ كريم، واخواته اللي كانوا عايشين معاه ووالدته اللي خلفته قالوا ان الصوره اللي نازله هي دي. سالتها قالوا محمد. طب محمد يا جماعه هنا مره في صلعه ومره ما فيش صلعه، قالوا ان محمد في صلعه خفيفه بتتدارى بالتسريح. صح يا استاذ كريم؟ ده اللي اتقال لي الكلام صح ده. صح يا استاذ فحته حمدي. حته ان محمد طالع في صوره بشعر وصوره مش بشعر. محمد في الجزء ده في حته صلع، ما بيجي يسرح بتتدارى طبيعي. في وقت المشكله كان الناس بتزقه وبتمسكه من شعره طبيعي هتبان الصلع. فحته ايوه ان مفيش مشكله. من هي بالظبط هو بالمشط كان بيداريها، كان بيداريها، والحاجه قالت لي كده. فيا جماعه حته ان لا نيره عايشه في دوبلير لمحمد، الكلام ده كان الغرض ان بيشتتوكوا بيه مش اكتر. لكن معلش يعني. حضرتك استاذ قانون وعارف، يعني في جثه ازاي تطلع من المشرحه تحت النيابه وتحت الشرطه. ومأموريه تطلع بيها، مأموريه تطلع بيها. طبعا يا فندم، طبعا و- هيطلعوا ايه ولا هيعملوا ايه ولا. هي في جزئيه اللي احنا شغالين عليها اللي هي ايه، ما بين ما راحت المستشفى الدولي بدون افصاح بس عن اي معلومات ثانيه، ما بين واقعه الجريمه لحد ما راحت المستشفى الدولي، هي ديت اللي فيها لغز بنحقق فيه دلوقتي عشان الناس تطمن. اللي هي بطاقيه خضراء وبطاقيه حمراء والالوان اللي طلعت دي اللي بنحقق فيها، زائد اللي هو ابو تيشيرت اصفر برضه بيتحقق فيه. لكن النتيجه تطلع وتبقى في صالح محمد هنقولها. لكن حته السكينه السوسته زي ما قلنا وانها طارت ورا السور، الكلام ده ملوش صحه خالص. والنيابه المساعدات الفنيه اثبتت الكلام ده فعلا بالبلاغ اللي اتقدم. الناس بقى اللي بتقول لي اثبت، لا ما اثبتش. حضرتك بدل ما تقعد على الشاشه بتاعه الموبايل وتقول لي اثبت، حضرتك ممكن الارقام منزلها على صفحتي وعلى صفحه المكتب. خد رقم بلاغ النائب العام واوصل لحد تجمع وتاكد. اتاكد من المعلومات دي بنفسك، لان انا ممكن اجيب لك ورقه يمكن اكون ضاربها، فانت اتاكد بنفسك. لا يا جماعه محمد كان مرتبط بخاله، وخاله يعلم عنه كل شيء. الاستاذ كريم ابن خالته. سيب من المتابع حق المدى اديله المايك. اخترت السكينه ليه يا محمد؟ اشمعنى السكينه؟ نعم. واختار سيب من الدفاع المتابع حق المدى. لماذا اخترت السكين للقتل يا محمد؟ الاستاذ بيسالك. اختار يعني ليه قتلت بالسكينه؟ مش بطريقه ثانيه. ما اعرفش حاجه غير السكين. دي ما اعرفش حاجه غير السكين. يا فندم طبعا مفيش حاجه اسمها غصب عننا، وحضرتك مشكورا جدا على الخدمات اللي انت قدمتها. والاستاذ محمد بيكلمني من اوائل القضيه، من رابع يوم في القضيه تقريبا. اتشرفت جدا بمعرفته ربنا وعرضه يخليك يا استاذ سايب كريم. فينا، وتكليف مننا طبعا اللي هو يشارك في كتاب النقد ويشارك في القضيه. مفيش حاجه اسمها غصب عننا او مثلا ملوش اي صفه قانونيه، ومتواصل جدا معانا ومتواصل مع اهل محمد ومتواصل مع الحاج محمود شاكر دايما. وربنا يكرمه على المجهود اللي هو بيعمله ده بصراحه يعني. ربنا يعزك. ده وعد اديته لخالتك وعمري ما ارجع فيه، حتى انا قلت لهم لو شهروا اكتر من كده. يعني في كان كلام وصل للجماعه عندكم ان انا انسحبت، فكلموني قالوا فين الوعد؟ قلت لهم انا وعدي لاخر نفس مع محمد، يوم ما اموت يعرفوا ان انا مش هقدر اكمل مع محمد. وانا بعلنها لهم لو شهروا بيا اكتر من كده 20000 مره، انا واقف قلبا وقالبا معاكم لاخر لحظه لحد ما الحياه تظهر ومحمد نطمن عليه. ووعد مني يوم ما الحكم يتخفف من جيب الشخصي انا هقدم طلب وهكمل تعليم محمد. ده طبعا بعيد عن حته المحاماه دي، بقى الحته الانسانيه ان انا معتبر محمد ابني. الاستاذ كريم طلع يا استاذ مصطفى. لا ابعت تاني يا استاذ كريم. القصه كلها اللي وصلتك قصه غلط. انا ما شككتش في فيديو ابو تيشيرت اصفر، انا شككت في الفيديو المضروب بتاع ابو تيشيرت اصفر، لان في فيديوهين حضرتك يا استاذ بهاء. في فيديو اللي هو الاساسي ده اللي احنا مقدمينه، وفي فيديو يا استاذ بهاء اللي هو اتعمل بالبطيء. اللي اتعمل بالبطيء ده مكبرين حجم محمد، للاسف مكبرين حجم محمد وحجم ابو تيشيرت، فباينه في الصوره ان هم قريبين جدا من بعض. لكن فعلا السكينه محمد خدها، بس اسمح لي مش هقدر اصرح، بس خدها فين؟ مش خدها في المشهد ده. في حاجات ظهرت يا استاذ بهاء واحنا ماشيين بندعي ربنا انها تكمل على خير، فتسامحوني كلكم مش هقدر اتكلم غير ما تخلص الحاجه. استاذ محمد، في سؤال من احد المتابعين بس بيقول لك استاذ عسقلاني ليه حضرتك قلت ما فيش سبق اصرار؟ من فضلك رد عليا. لا مش بصي حضرتك، الحكم طالع سبق اصرار لكن ما فيش ترصد. فكان في جدل بيني وبين احد الزملاء ساعه كتابه النقد ان هو كان عايز يحط الترصد. حته سبق الاصرار القاضي حاططها، احنا باذن الله الايام اللي احنا ماشيين فيها دي حاليا ان احنا هننفي سبق الاصرار. فمعنى ان ما فيش سبق اصرار يبقى كده ما فيش ان شاء الله اعدام. ده باختصار يا جماعه. القانون يعني عامل زي ما بيقولوا زي الاستيك بيمتد، لان اما جه يترجم من الفرنسي للمصري ففي الثغرات بتاعته.
او الاستاذ كريم جه. يكون بس واعي يعني عشان ما يقطعش تمام. على عقبال بس ما يجي توضيح يا استاذ مصطفى. الاستاذ كريم طالع، مش يعني جه اتحطينا في حاجه كده، ان طبعا اللي صار على السوشيال ميديا بقاله كام يوم، اخوات محمد اتواصلوا معايا، فانا عشان اطلع قلت لهم بنفس اللفظ، قلت لهم انا الناس بتشكك فيا، فقالوا نطلع، انا رفضت، لان الناس ديت يعني البنتين انا بعتبرهم بناتي، ما ينفعش ان هم يطلعوا، ما عندناش بنات بتطلع، معلش الدافع زي ما الطرف الثاني بيقول، ففوضوا الاستاذ كريم، يعني الاستاذ كريم بيتكلم يعتبر بلسانه. يعني انا ما فيش تطرق، ومعظم الجروبات انا خرجت منها ما فيش غير يمكن بتاع الاستاذه حسنه وعندك والاستاذه سحر. بيعجبني الكلام زي مثلا ايه ما تقول ان كلامكم بيبقى فيه حاجه من الصح شويه، او زي ما حضرتك كده جبت طرف تاني فانت ناقشته وابتديتوا تقنعوا بعض ووصلتوا لحاجه مع الاستاذه اسمها ولاء، فاهمني؟ الاستاذ ولاء لكن كانت موجوده امبارح. لكن باقي الجروبات انا بالامانه النهارده كان في بث معمول لشخص ما، كان بيتبعت لي الصوت بتاع البث فويسات، وكان في انتقاد من اهل محمد، فانا طلبوا مني ان انا اطلع اوضح، قلت لهم انا اصلا الناس شاكه فيا، وبدليل انتوا نزلتوا بوست عن طريق الاستاذ محمود، قالوا نطلع صوت، قلت لهم الناس مش هتصدق الموضوع اللي هو ندى الغريب، هم قالوا انها اتقتلت قدام المستشفى مش الجامعه تقريبا، الكلام ده كله متفبرك اللي انا اعرفه، انا واحد من الناس يا جماعه يمكن انا هصرحها، رحت مستشفى القديم ومستشفى الدولي، طبعا بيبقى فيه 3 دفاتر، دفتر مع الامن ودفتر مع المستشفى ودفتر تسليم الجثث، فللامانه ما فيش الكلام ده نهائي، ولا جثه ولا اسم حتى. في فيديوهات بصوتهم وذكروا فيها اسم ندى الغريب، حضرتك لازم تفحص الموضوع ده. رحت فحصت والله الكلام دون، ناس قالت ان ممكن تكون نيره ده اسم الدلع بتاعها، ده انا مش متاكد منه، لكن انا متاكد من 3 دفاتر ما ينفعش يتلعب فيهم، في دفترين 2 بالذات ما ينفعش دفترين 2 بالذات يتلعب فيهم. كاميرات كان طبعا بتتمسح كل فتره، فما قدرتش اتحصل على ان انا اشوف الكاميرات، لكن التاكيد ان انا عند باب المشرحه سالت على 3 دفاتر اطلعت عليهم من يوم 19 ليوم 21، ان الحاجات اللي اسم ندى الغريب ما فيش. حضرتك مصري وتعلم القانون المصري ان في ماده بتقول لك ان لو واحد اتجوز على مراته من غير ما يعلنها يتحبس، صح؟ تمام، ده جديد القانون ده. بالظبط كده، وفعلا في ناس اتحبست. المحامي بقى اللي هو بس ايه، بس يا ريت الرجاله اللي معانا في البث تسد ودانها، بيعملوا ايه يعني، معلش الاستاذ كريم دخل، بيجوا يقوم جاي مطلق غيابي الزوجه الايه الاولانيه ويروح يتجوز الثانيه، بعد ما يتجوز الثانيه يقوم واخدها موقعه عند المأذون ان هي موافقه بالزوجه الثانيه، ويقوم مرجع مراته وهي في شهور العده. فده الفرق ما بين محامي ومحامي، في محامي بيفكر ازاي يعمل الحاجه بقانون، ومحامي ثاني بيمشيها مسطره يقول له لا لازم تعلنها، فهو ده الفرق بين محامي ومحامي. بالنسبه للموضوع اللي صور من الجامعه هم 2 والاثنين اتسالوا. امال بتتكلم على جزئيه وقت ما البلطجيه راحوا عند بيت محمد وحصل الاعتداء عليه. لا ده الاستاذ كريم بقى اللي يرد، مش عارف. هل الواقعه دي مصوره يا استاذ كريم ولا لا؟ لا بص، لا كانت متصوره، بس الدي في ار فعلا اتمسح، كان الموضوع ده عند الحاج محمود في المحل وكانت متصوره، واما انا رحت له اول مره الراجل مشكورا فضلنا نراجع، اتضح ان الدي في ار عنده بيمسح كل 25 يوم او 30 يوم، يعني لو في حركه 25 يوم الدنيا ساكته بيبقى 30 يوم، ده على كلام الراجل اللي كان قاعد معانا. تمام. طب استاذ محمد معلش، في سؤال بيقول لك استاذ محمد، هو ينفع اي مستشار يتقدم للقضيه من غير مكتب؟ من غير مكتب اي محامي؟ بص يا استاذه، اي محامي خلقه ربنا من حقه يكتب كان نقد لمحمد، القصه كلها ان محمد بيمضي على دفتر، الدفتر ده فيه رقم، معنى ان الرقم ده يوصل لاي محامي ده يعتبر زي توكيل ضمني ان هو يقدم النقد، لكن اي محامي يحضر ساعه النقد لازم يكون محامي نقد، لازم يكون حاصل على كارنيه نقد ان شاء الله قبلها بيوم. تمام. طيب في سؤال تاني من استاذه سناء بتقول لك هل هناك فعلا مخدر تم رشه على محمد؟ ده ازاي نسبته؟ لا وده بصوا يا جماعه، في حاجه كان فعلا تنفع في المحاكمه الاولانيه اللي هي ضاعت بالاستاذ الزميل ده الله يسامحه، لكن في الوقت الراهن مش حكايه بقى انا اقول الاجابه، لا ده ما بيفهمش، اللي يشكك ده قانون، انه مخدر هينفع يقعد في جسم الانسان سواء بول او دم اكتر من شهرين، من رابع المستحيلات، حتى في ناس قالت من شعره، الكلام ده غير صحيح، المخدر بيبقى في الدم اطول وقت، لكن هو محمد بقى له قد ايه؟ بقى له فتره، فاكيد راح خلاص فعلا بالظبط. طيب سياده المستشار عايز اسالك برضه على سؤال، محمد اخر زياره لما اهله راحوا زاروه، تمام، ما في يعني ما اتكلمش في اي حاجه جديده؟ ما انا بقول لحضرتك الزياره كلها من ساعه دخول البني ادم اللي هيزور بالبوابه ساعه، بياخدوا البطاقه وتفتيش وياخدوا التليفونات يسلموها، وبعد كده عقبال ما بيدخلوا يسلموا عليه ويطمنوا عليه بتكون الساعه خلاص خلصت، فهم في اسئله اتسالت له، الاسئله بعض الاجوبه جات لي اللي احنا شغالين عليها، وبعض الاجوبه محمد يا جماعه ما تنسوش ان هو خبط على دماغه خبطه جامده، فطبيعي ان هو هينسى. يا محسن يا جماعه، محسن احنا بنحاول نتواصل معاه، بنحاول نتواصل معاه ان هو برده في حاجه عنده، فهو مش راضي، مش عايز يدخل في القصه، فاحنا بنحاول معاه يا جماعه، يعني محسن احنا بنحاول معاه. ايوه. طيب في ناس برضو بتسال في شهود جديده هتبقى موجوده عند قبول النقد، مظبوط؟ لا في شهود شغالين معاها من دلوقتي، بس ما نقدرش نقول ليه ولا بيقولوا ايه ولا بيعملوا ايه، هو كل اللي نقدر نقوله لكم ان حته حبل المشنقه بعد انتهاء التحديات اترفع من على محمد ان شاء الله. ان شاء الله.
خلاص الاستاذ اطمنوا طيب. الاستاذ وليد قدم بالفعل. بس انا بصوا يا جماعه، زي ما الاستاذ كريم قال، اي محامي القضيه مش مقفوله على حد. بس انا ما ينفع، انا معلش، انا بالنسبه لي الشغل اللي بعمله برجع لاهل محمد بيقولوا اعمله، انا بكمل فيه وبقول لهم ايه الضرر قبل ايه الصح. ما اقدرش ادخل حد تمام محامي في الوقت ده معايا غير الناس اللي شغاله معايا من مكتبي. يعني انا مش جايب تمام محامين من بره، انا جايب الناس اللي شغاله في مكتبي بياخدوا مرتب شهري، موظفين بيساعدوا مع محمد بس بياخدوا مرتب شهري، هم شغالين اصلا من سنين معايا في مكتب. تمام. طيب سياده المستشار، نجلاء بتسال حضرتك، طب الخياطه اللي في رقبتها؟ ما هي دي برضو نسيبها بس بعد ما نخلص التحقيق. تمام. طيب هل فعلا حقوق الانسان مقدمه نقض؟ فعلا. ودي اول مره تحصل في مصر. طول عمر حقوق الانسان بتبقى مع المجني عليه، عمرها ما كانت مع الجن. طيب المشاكس بيقول لحضرتك، م. سياده المستشار لو سمحت، في جروب شات بلاغات لغلق الصفحات، وهذا الشات بلاغات يترأسه المدعو اكرم سلام وخالد عبد الرحمن ولؤي بدوي. بصوا يا جماعه، انا حته الشتات والبلاغات انا ماليش علاقه، غير اما موكل يجي لي يقول لي والله انا عايز اعمل بلاغ في الصفحه بتاعت الاستاذه حسناء، انا باخد منك م. توكيل وبعمل، لكن انا ماليش سلطان ان اروح اشتكي حد ماليش علاقه بيه، او ما فيش حاجه بتسيء ليا انا شخصيا. لكن لو تمام الموكل لازم الموكل يعمل توكيل. فاي حد تمام بيتضرر حتى لو من صفحتي من حقه انه يبلغ. تمام. طيب في منصه بتاكد ان محمد هيتعدم على اي حال، وده ازعجني جدا. لا ان شاء الله ما فيش حاجه اسمها بلدنا بلد قانون. واحنا اما بنقول بنقدم ادله، هم بيستغلوا الكلمه دي بيقولوا بس ده بيشككوا في القضاء. احنا عمرنا ما شككنا في القضاء. احنا القصه كلها ان النيابه بتحقق وتعمل الادله بتاعتها الثبوت عن طريق الورق اللي قدامها. تمام ففي حاجه تمام ظهرت بعد كده احنا قدمناها، فالنيابه ما اثرتش ولا القاضي اثر. احنا في دلوقتي واحد مثلا ضرب واحد في الشارع واتحاكم وخد حكم، النيابه ما شافتش م. ان كان في واحد مكتفه، فاحنا جبنا م. فيديو ان في واحد مكتفه شريك، يبقى لازم يدخل. بالظبط لكن احنا بالظبط. ولا بنشكك، ما فيش يا استاذه ناديه، بوعدك باذن الله وزي ما وعدت كده اهل محمد ما فيش اعدام باذن الله. ان ويقولوا شاء اللي الله. يقولوه، عايزين يقولوا زي ما بيكتبوا في الكومنتات مش فاهم قانون، لا مش هم اللي مش فاهمين قانون. لما قلنا الاعتراف من سيد الادله نزلت لهم احمد فتحي سرور، قالوا ده ما بيتكلم في حضرتك يا قضيه فندم ثانيه. دلوقتي كلهم عاملين محاميين بقى وقضاه مستشارين، هو هو فبيدوا رايهم. هو محامين وبس، ده انا بلاقي ناس بتدخل لي في الخاص بتسالني في حاجات اقسم بالله ان شاء الله يا ان استاذ كريم، ان ان شاء اول الله. مره اسمعها باذن الله يا استاذ كريم. اللي كان حلال يا استاذ كريم اتاكد ان عمر ما ربنا هيضره، وانا متاكد ان محمد واكل كل لقمه حلال. طيب يا استاذ، بص يا استاذ سناء، موضوع الحسنه وموضوع فيديو المشرحه ده سيبوه دلوقتي. بصوا يا جماعه، فيما عشان بعد لا ماشي. عشان برضو موضوع المشرحه، هو في بس حاجه هقولها مش متفصله قوي. المشرحه في ناس اتحبست بسبب الفيديو ده. عندكم علم كام واحد؟ لا حضرتك بصراحه ما في عندناش علم خالص. في ثلاثه، اثنين ممرضات وواحد من بره. الاثنين الممرضات اول تمام. وواحد من بره. الواحد اللي من بره ده هو اللي عمل شويه الفبركه دول. م. فيا ريت برضو ايه نتريث. وبرضو انا مقدم الفيديو ده، يعني انا برضو ما سكتش زي كده. الفيديو اللي كنت متاكد ان السكينه في ايد محمد بس الناس قالت ده طارت وكده، برضو كان امل بسيط يمكن انا ما شفتش فقدمته. يعني هي الحاجه اللي مش هتفيد عمرها ما هتضر محمد فبنقدمها. بالظبط. اهو هناك ورا العربيه ربع نقل الصندوق، عربيه ربع نقل الصندوق. هو اصلا جري ورا العربيه اهو. هو بيجري اهو عشان هو الولد الاصفر بعد، الولد لابس اصفر بعد اهو بيجري. خلاص والبنات بتيجي. في فيديو الحادثه اثبتوا فيها وجود محمود الغريب اثناء الواقعه. محمود الغريب؟ لا محمود الغريب انا من البدايه اول لما كلكم فضلتوا تقولوا وهو يطلع يقول الشهاده بتاعتي ما طلعتش كنت شاكك زيكم. رحت كليه الحقوق بتاعته وسالت. طبعا انا كنت في كليه حقوق، وكليه الحقوق يمكن ايه زيها زي باقي الكليات، مش هي لوحدها. لو انا دخلت الامتحان وطلعت بعد نص الوقت بيكتب اسمي وبيتوقع عليه. محمود الغريب انا شفت بعيني ان الورقه اللي الناس خرجت من الامتحان اليوم دون محمود الغريب خارج بعد نص الوقت بفتره. فمن رابع المستحيلات المسافه ان هو يروح ويبقى ابو تيشيرت اصفر والكلام ده. طيب هو لسه ابو تيشيرت اصفر ما حدش يعرف هو مين؟ ولا احنا نخلي الاجابه بقى مقدمين. وبعدين ان كنتوا انتوا كلكم بتشكوا في حد وانا معاكم بنسبه 99%، ففي لسه 1% ممكن ما يكونش هو اللي بنشك فيه. فانا سايب التقديم البلاغ بتاع ابو تيشيرت اصفر ده مفتوح. كتبت انه يصار على السوشيال ميديا ان فلان الفلاني ونطلب تحريات مباحث ان ده مين، عايزين نكشف عن هويته. فيطلع بقى فلان علان احنا عايزينه. تمام. استاذه دعاء بتسال حضرتك، سياده المستشار كاميرا واحده على باب الجامعه ولا في كاميرات على السور برضه؟ لا هي القصه دي برضو محل تحقيق. ان الجامعه اصلا من الابنيه التعليميه، رحت سالت اتضح ان ما فيش على سور الجامعه كاميرات خالص. طيب انا عندي دليل على عمل ثوره ضد الدوله في حال قبول النقد، وسوف يتم ارسالها لسيادتكم للتاكيد بما هم يسمون نفسهم جيش الحق. والله بصوا يا جماعه، احنا الدوله عندنا في 3 اجهزه سياديه، في الامن الوطني والمخابرات العامه والمخابرات الحربيه. في عهد الرئيس السيسي ال3 في اتصال بعد ما دخلت التكنولوجيا البلد. طب انا قالوا عليا يا اخوان وان انا اللي عايز انزل الناس يوم 11 مش قالوا عليا كده؟ فالدوله البلاغات اللي بتروح حتى لو كانت مضروبه او كيديه بيحققوا فيها، بس المهم ان لو طلعت كيديه الطرف الثاني بيرجع على الناس. الدوله مش نايمه يا جماعه، الدوله تعلم دبه النمله، ده اتاكدوا من كده. يعني قبل 11 انا في الشباك اللي ورايا ده كان 3 عربيات امن دوله راكنين ونزلوا خدوا ناس معينه فعلا كنا شاكين فيهم، فعلا كنا شاكين فيهم. فده تهديد يهددوا اللي ينزل، الجدع اللي ينزل اليوم ده ولا يعمل حاجه. ده الشعب قبل الجيش والشرطه هيتاكلوا. بالظبط. طيب بالنسبه للسكينه ما فيش البصمه الوراثيه بس تمام ده ولا لا؟ لا برضو لسه برضو، بس ده هيصاب بعد النقد.
اصل في حاجات يا بالظبط. استاذه حسناء ما ينفعش نقولها ان الناس التانيه انا هتاخد عارفه والله، عشان كده انا بسكت في السؤال فسامحونا يا جماعه، النهارده. في اسئله مش هينفع نقولها، يعني في حاجات احنا بالظبط. شغالين فيها وحاجات بعض النقد ممكن احنا نفصح عنها دلوقتي، يكون الاستاذ اشرف برضو معاه طريق فيها شغال فيها، فعشان ما نبوظش شغل بعض بس. بالظبط. محمود الطراز عليه اكثر شبهه، بس انا وال... بقول لحضرتك لا. والله بصي حضرتك، اللي انا اتاكدت ان مش هم اتنين من ضمنهم محمود، محمود الغريب، ده انا متاكد منه، لان انا رحت الجامعه بعيني ودخلت شفت الورق بالطريقه الوديه بتاع الحضور اليوم دون. محمود فعلا حضر الامتحان ده وطلع بعد نص الوقت، لان لو طلع بعد نص الوقت ب5 دقائق لازم يمضي في ورقه ان هو خرج. ده هناك عندهم فعلا في طنطا. فحته ان محمود الغريب انا مستبعد، لان بعد ما انا رحت سالت في الجامعه حسبت المشوار لحد مش قلت بقى المنصوره المحله، قلت المنصوره من رابع المستحيلات يوصل في الميعاد ده. استاذي معلش، مش محمود الغريب، محمود الطراز. ما انا بقول احنا ما نقدرش بالظبط. احنا ما نقدرش نقول يا استاذه مين هو دلوقتي. انا بقول ان محمود الغريب مش هو اللي كان موجود في يوم الواقعه في المنصوره. تمام. بالظبط. طيب حد بيسال فيديو المشرحه مفبرك؟ لا هو في لعب، حضرتك ده مش هو في لعب، وكان الغرض منه سبحان الله ان يصيروا التعاطف فجاه على دماغهم. يعني هو فيديو طيب المشرحه فيه لعب شويه. تمام. المشاكس بيسال حضرتك سياده المستشار ارجو دخول الصفحه عندي. بيقول لحضرتك ده يعني وسوف تتاكد من هذا الكلام بعمل ثوره ضد الدوله في حال تم قبول النقد يقدر يقدمه. واصل النقد يوم 26 يا جماعه، ومفيش حاجه بالظبط. اسمها مفيش حاجه اسمها ثوره يا جماعه. انتوا الشرطه دلوقتي معلش، كان الاول زمان لما باجي ادخل اسم بتعامل مع امين شرطه بيتكلم بطريقه مش كويسه، الضابط ما كانش بيتكلم بطريقه برضه غير لائقه. تعالوا شوفوا دلوقتي اي اسم ادخلوه هتلاقوا كم من لصنصات الحقوق دخلت الاكاديميه وبقت هي اللي في الاستيفاء. التعامل بقى فيه رقي، التعامل مع المجرمين نفسهم غير الاول خالص. فما فيش حاجه اسمها ثوره ولا الكلام ده. الناس اللي هي قالت تنزل يوم 11 واللي هتدعي يوم 25 ولا يوم 12 ولا 13 الناس دي قاعده بره. الناس دي بتدعي من ورا شاشات، قاعدين بره في دول وعايزين شبابنا هو اللي يتلاقي في دماغه. مفيش ثوره ولا في الكلام ده. انتوا معلش، انا اهو في اكتوبر ساعات بركن عربيتي دلوقتي وبركب اتوبيس هيئه نقل عام بيريحني احسن من عربيتي، اتوبيس مكيف نظيف في نت. يعني الدوله بتطلع لقدام مش بترجع لورا. مين اللي عايز يخربها؟ بالظبط. طيب حد بيقول لك الفيديو بتاع السكينه لما طارت دي كانت الساعه، ما كانتش السكينه اصلا، دي الساعه طارت وطارت مين؟ الصوره انا شايفها على كمبيوتر ان هي ليها جناحين مش ساعه، لان مكتوب في التقرير طائر اكيد عصفوره يقصدوها. تمام. يعني لان كان في فعلا جناحين، لكن تمام. الساعه بالمحفظه بالموبايل دول محمد من كتر الضرب اغمى عليه اتقلب في اللحظه دي، ما لهاش حل تاني، لان ولا جيب مقطوع في مناظره النيابه، فالحاجه دي اتسرقت من جيبه والناس ملمومه حواليه، واعتقد ان هو طيب. شخص واحد اللي سرق. تمام. استاذ دعاء بتقول لحضرتك يبقى على الباب بس في كاميرا واحده والباقي تليفونات. هو المفروض كان قدام باب الجامعه في الواقعه ان في كاميرا واحده بس، الابنيه تعليميه قالت ما فيش كاميرات متركبه، فاحنا هنحاول نجيب شهاده هتنفعنا. طيب. اللي صوروا من جوه الجامعه طالب من الدور الثالث وطالب من الدور الرابع او الخامس على ما اتذكر، والاثنين اتسالوا في النيابه، الاثنين موجودين في تحقيقات. تمام. طيب حضرتك بتفسر بايه وجود محامي نيره في مسرح الجريمه؟ هو صرح، يعني هو صرح اول حاجه. لا هو يصرح اللي يصرحه. ما انا بقول لحضرتك حته ان هو ليه مكتب هناك او سكن، دي انا متاكد منها ان ما فيش تاكدي. بص يا استاذه حسناء ان ما فيش حاجه تم اثارتها على السوشيال ميديا، والاستاذ كريم معانا يعلم ذلك، ان انا ما نزلتش من القاهره لحد المنصوره ورحت اتكتب نفسي. يعني حته اني انا عارفه والله، انا عارفه حضرتك. ما انا عارف ان حضرتك عارفه، والاستاذ مصطفى وبعض الناس اللي معانا والاستاذه ياسمين والاستاذه سحر عارف ان انتوا عارفين، لكن في ناس كتير ما تعرفش الاستاذه ياسمين على علم المجموعه دي كلها الحمد لله، بيبقى خطواتي انتوا عارفينها. لكن حته ان حد بيقول حاجه وانا بفوتها والله ما بتحصل. يعني انا هو لسه بيدوبي لسه راجع ومسافر تاني، يعني فاهماني. فحته ان ليه مكتب او سكن في قدام الجامعه كلها ما فيش حاجه خالص ليه. هو بيقول ممكن كانت صدفه، بس انا ما اعتقدش ان هي صدفه، لان برضو لا هو ممكن يكون قال كده لكن مش اكيد لسبب، لان انا عرفت ازاي هو دخل القضيه. يعني بصي انا وصلت مش بقى ايه، وصلت تفاصيل دقيقه من ضمنها، عرفت هو دخل القضيه ازاي ومين اللي اتصل باهل نيره الله يرحمها واقنعهم ازاي. يعني فاهماني. ففي حقائق للامانه والله وصلت وفعلا مؤكده. تمام. طيب هل هناك نيابه تسمى نيابه النقد بتدي رايها في قبول او عدم قبول النقد؟ ممكن اي محامي يستطيع يمشي يسالوهم ويعرف منهم رايهم، لان الراي ده يكون 99%؟ ازاي؟ انا مش فاهمه. لا بص حضرتك، استحاله ان اي حد يصرح بده حضرتك. لا هو بص حضرتك، النقد اول ما بيروح محكمه النقد في مذكره بتتكتب مبدئيه لرئيس محكمه النقد، ايه ان كان زي مساعده بس للمحكمه، ان كان في حد مقدم مذكره اسمه مش واضح مش متأيد نقد، مذكره اتقدمت بعد الميعاد، فلازم حاجه مذكره نقد، بس ما بيسالوش لا محاميين، ده شغل نيابه زي النيابه العامه العاديه اللي هي في الكلي او الجزئي. تمام. طيب حضرتك هو حقيقي ان اهل نيره كانوا موجودين قدام الجامعه او حتى نفس البلد؟ والله دي شيء غير مؤكد لحد دلوقتي، الناس كتير اتكلمت، لكن اللي انا برضو اكده احقاقا للحق ان في صوره مبينين اشرف موجود وجنبه عربيه، العربيه ديت من غير نمر بالظبط. ايوه في نفس الصوره نفس المكان ونفس الصوره في الفيديو العربيه فيها نمر، فما اعتقدش ان الصور دي برضو يا جماعه ممكن تكون مفبركه، والله اعلم فيها.
طيب لان بص يا استاذه، طب تعالي كده نقيسها كده علينا احنا. حضرتك لو واحد بنته بتتذبح حتى لو كارهها، ده هيجري عليها، دي بنته يا جماعه. بالظبط من رابع بالظبط. المستحيلات. هي المعلومه وصلته ان انا بقول ما فيش ابو تيشيرت اصفر، يعني ده اللي وصلني بالاستاذ مصطفى مدكور، فانا ما قلتش ان ما فيش تيشيرت اصفر. مظبوط. فهو اللي وصل له، هو المفروض يعرف من دلوقتي الاستاذ بهاء ان ده مدسوس عليا انا وهو بيشكك، لان انا ما قلتش حته ان ما فيش تيشيرت. انا كل اللي قلت يا جماعه الفيديو اللي هو بالبطيء ملعوب فيه، لكن الفيديو بص الاساسي انا مقدمه. افاجئك المشكله اللي طيب؟ بيتكلم فيها طب اتفضل. افاجئك بحاجه، التفويض اللي معمول لي محطوط في درج مكتبي، والتوكيل اللي معمول للاستاذ اشرف نبيل محطوط في مكتبه. بالظبط. احنا هنحضر اتفضل. يوم النقض وقعه المحاكمه. محمد عادل القاضي بيساله المحامين دول بما معناه موافق عليهم. ممكن محمد عادل يقول ولا عايز اللي معاه التوكيل ولا عايز اللي معاه التفويض، انا عايز محامي ثالث. بالظبط بالظبط وممكن انا ما بالظبط احضرش، يقول لا انا مش عايز المحاكمه غير من العسقلاني. ممكن الاستاذ اشرف ما يحضرش يقول انا عايز الاستاذ بالظبط. اشرف. محمد هو اللي ليه الحق مين اللي يقف معاه او مين ما يقفش معاه. الاعتراف قلنا يا جماعه مش سيد الادله، الاعتراف لابد ان يكون كامل متكامل متناسق مع موضوع القضيه. محمد عادل في الاعترافات بتاعته في حاجات ناقصه وحاجات كذب فيها، والحاجات دي يمكن انا سالت الاستاذ كريم محمد باب بره قبل كده قال لا. محمد كاتب في اعترافاته ان هو اجر شقه وكان قاعد في القاهره، الكلام ده ما حصلش. محمد كان عايز في المحكمه يكمل بقيه القصص، اتقطع واتسال سؤال تاني، فالاعتراف ده يعتبر معيب. واللي والله بيقول فعلا استاذ القضيه احمد. متصوره صوت وصوره بالعين المجرده. معلش اتفضلي يا استاذه ياسمين. بالعين اتفضل يا فندم المجرده اتفضل. ممكن حضرتك تشوف حاجه، الكاميرا الكادر بتاعها مش دليل ادانه كامل، لان انا لو واقف ورا الكاميرا انا هشوف كل اللي بيحصل. الكاميرا مش هتجيب لي بالظبط. كل حاجه، زي انتوا كده شايفين ورايا ستاره. هل تعرفوا انا حاطط ايه ورا الستاره؟ ففي حاجات يا جماعه في المحكمه ما ننساقش ورا اللي هي الكلام اللي بيتقال مجازا. اللي مش شغال جوه محكمه الجنايات غير اللي بره. الحرف بيفرق معانا، والشك بيفصل في صالح المتهم. لو قاضي شك في جزئيه قدر المحامي يقنعه بيها بيخفف الحكم، معروف. جدا وعلى راسي. يا استاذ كريم، احنا اتفقنا على الكلام ده واحنا كلنا قاعدين مع بعض. اي حد غلط هيتحاسب، اكيد 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 كله هيتحاسب. اللي شهر واللي شكك، احنا شغالين في كده ومش هنسيب حد غلط فينا، ولا احنا لو غلطنا في حد برضه حقه ياخد حقنا مننا. بس المهم اللي يروح يبلغ فينا يقدم البث كامل، مش يجيب لي جزئيه. لان في ناس كده يعني ما شاء الله. انا بالنسبه لي خدت موسوعه جينيس السنه دي في البلاغات اللي اتعملت فيا، بس نفسي بلاغي بيكون صح. يعني في واحد عامل فيا بلاغ ان انا منتحل صفه مستشار. انت متخيلينها؟ يعني منتحل صفه مستشار. انا عايز افهم وانا قلت انا قاضي؟ يعني انا كاتب على صفحتي مستشار. المستشار يا جماعه زي المستشار المالي، بس في المحاميين المستشار يطلق على من يخول له قانون كتابه استشاره قانونيه ورقيه وختمها بختم مكتبه. الاثنين دول موجودين في الاستئناف والنقد. اي واحد على درجه القيد دي من حقه انه يدي استشاره مكتوبه. بيحاولوا يتواصلوا مع محسن لان هو قلقان ومش مش حابب ما يدخل تقلقي. نفسه. بالظبط. في ناس كتيره يا جماعه، بصوا يا جماعه، في ناس كتيره اتواصلنا معاهم، وفي ناس وافقت وفي ناس خايفه. فاحنا مش الشاهد ده ما ينفعش ان احنا نجبره. معلش يا دكتور، ما ينفع. يعني معلش انا لو شاهد في واقعه عايز بروح بمزاجي. ما اقدرش النيابه ما تقدرش تجبرني غير لو انا معايا دليل على شهادته دي. يعني مثلا على سبيل المثال بروح النيابه بقول للاستاذه حسنه معاها معلومات ومش عايزه تيجي تشهد، باخد تصريح بالتسجيل ليها. ده الشكل القانوني. بسجل المكالمه بتاعتها، بناء عليها بيتعمل لها طلب حضور، ما جاتش تعمل لها ضبط واحضار. لكن مين في مصر كلها الدستور يديله الحق انه يروح يجيب واحد من بيته يقول له اشهد غصب عنك؟ ما ممكن يروح يقول انا ما اعرفش حاجه، هنذبحه. فلازم نتكلم الكلام العقلاني. في ناس جت وقابلتني وقعدت معايا وادتني معلومات، بس قالت ما اقدرش اشهد، فدي مشكوره ما نقدرش نجبرها. خدنا المعلومات دي ومشينا عليها. والله ده حصل 1 2 3، مشينا ورا الكلام بتاعهم، لقينا في صح مصداقيه وبنحاول نجيب ادله عليها. لكن مش هنجبره ان هو باستثناء اللي اسمها بسنت. اللي اسمها بسنت دي لفت على الدنيا كلها. سالت رنا قالت لي ما اعرفهاش، سالت كريم حد يعرفها؟ ما فيش. صحاب محمد اللي هم قريبين منه في المحله هم 2 أو 3 يعني في 2 قريبين واحد كده، سالتهم قالوا ما نعرفش حد بالاسم ده. حضرتك يا استاذ محمد احنا من الاول خالص عارفين ان، يعني انا عن نفسي بتكلم عني انا كحسناء، عارفه من الاول خالص ان بسنت حد كذاب. طب وطلعت في اللايف وقلت لك ان هم اكتر من 15 واحده وواحد في وسطكم. ايوه لا بص، ما انا عارفه طبعا الموضوع ده تمام. لما طلعت قلت كدابه قالوا لي كدابه، قالوا لي حرام وما تقوليش عليها كده ومش عارفه. قلت لهم على مسؤوليتي الشخصيه، انا بكدبها قدام الناس كلها، دي كدابه. صح. لكن انا ببرأ الاستاذه برضو ياسمين. الاستاذه ياسمين هي متواصله معاها وخدت كوبي كده تبعت لي انا وسيلين وياسمين، فجت اتفقت معاها ان هي شاكه فيا، فعايزه توصل لمكتب الاستاذ اشرف نبيل. الاستاذه ياسمين اديتها رقمي وكلمتني، قلت لها ما فيش مشكله. قالت لي انا قلت لها خالد، قلت لها ما فيش مشاكل. المحادثه كالتالي: السلام عليكم. وعليكم السلام. حضرتك انا من طرف الاستاذه ياسمين. اهلا وسهلا. حضرتك الاستاذ خالد؟ حضرتك هتقابلينا بكره تقول لنا الادله اللي معاكي؟ لا انا قايله للاستاذه ياسمين انا تديني الرقم وانا افكر واقرر اليوم والميعاد. طب انت حضرتك احنا من القاهره وقاعدين الحد يوم الاحد، لا مش فاضيه. قلت لها طب احنا بايتين اليوم الاثنين. قالت لي لا. قلت لها بعد اذنك ما تتواصليش معانا، واتعمل ليها بلوك.
هي بقى خدت ايوه. الرقم وحطيته على طول كولر. انا ما طلبتش منك ان انا عكسك، انت بتقولي في حاجات موجوده جوه الجامعه لو وريتها لكم هتفيدكم. من ضمن الحاجات اللي قالتها ويمكن قالتها لناس كتيره منكم ان في بوابه عن طريق النادي، هي مش بوابه جوه الجامعه. حضرتك لما تدخلي النادي واخد زي كافيتيريا مأجرها من الكليه وفاتح شباك متر في حوالي 70 سم، بيبيع منه حاجه ساقعه وسندوتشات للطلبه كنوع من الاستثمار، لكن ما فيش باب مفتوح. جميع الابواب بتاعت جامعه المنصوره عليها امن وعليها رقابه جامده. والله عمال اقبل اهو مكتوب جري الاضافه يا استاذ رامي، والله انا عايزك تطلع. لا اصل هي مركبه فعلا برنامج صوت. في تليفونات كانت ظهرت يا استاذه اللي هي بتعمل صوت واحده ست وعيل صغير وراجل كبير. هي بتستخدم نفس البرنامج. بيقول لي تعذر انشاء الاتصال العيب من عندك يا استاذ رامي في النت. يا استاذ رامي حضرتك عشان تطلع المحادثه اعمل زي ما انا عملت، لان برضو ما كنتش عارفه اطلع. يا جماعه يا جماعه اقفل تليفونك حته ام محمد يا جماعه. انتوا شفتوا محمد بيتكلم ازاي، والحاجه اما طلعت مع الاستاذه منى ابو شرف بتتكلم ازاي، واستاذ كريم يشرح الكلام ده. الناس دي ما تقدرش تقنع حد، الناس دي طيبه بالفطره، ناس محترمه، بياكلوا اكل حلال. فيمكن انا والحاج محمود بنقنع، كريم ممكن يقنع، هم الناس دي بيسمعوا اكتر ما بيتكلموا، فصعب ان الحاجه تروح او بناته للولد دون وتقنعه. فاحنا بنحاول معاه محاولات وربنا بس يدعو لنا انها تيسر. ومش محسن بس على فكره، وفي ولد تاني جوه الجامعه برضو بنحاول برضو معاه، الولد ده مع حاجات برضو تفيد محمد جامد. نورك يا شارد منور. طيب بالنسبه للناس اللي قالت مثلا عايزين احد من اخوات محمد انه يطلع على السوشيال يطمنا وكده، يا جماعه الناس دي مش هتطلع على السوشيال من رابع مستحيلات. معلش بس برضه انا هرد. استاذه ياسمين وسيلين وانا مش اخوات محمد، واتاخدت صورنا يا جماعه وبيتشهر بينا. يعني ياسمين اتحقن لها ابشع الالفاظ على جروبات الناس الخونه، وانا نفس الحكايه، وسيلين نفس الحكايه. اللي بيحب محمد عادل ما يطلبش طلب ده، وانا بقول انا بعتبرهم بناتي. ما عنديش بنات بتطلع يا جماعه ولا صوت ولا صوره من اخوات محمد. من رابع المستحيلات ان يطلعوا. احنا مكانهم بنرد، واللي عايز يقول انا مش المحامي بتاعه بعد اذنه يروح يعمل لي بس من هناك بصوته وانا عارف صوته، يقولوا يا عسلاني مالكش دعوه بالقضيه. لكن بنات تطلع ياخدوا صورهم ويشهروا، اذا كانوا هم ما طلعوش وبيعملوا فيهم كده، اما لو طلعوا يعملوا ايه؟ طلب يا جماعه اللي عايز، انا يا جماعه واضح وما بخبيش حاجه غير الحاجه اللي هي خاصه بالقضيه بس. غير كده انا عندي استعداد، اللي عايز يسال عايز يعمل لي استجواب، مع ذلك هو مش من حقه، بس كرامه لعين محمد واهل محمد انا مستعد. ما احنا جاوبنا الاستاذه سناء حته ان هم الساعه 9 موجودين ولا لا. ايوه ما نقدرش نجزم بيها. وبعدين في حاجه يا جماعه، الفيديوهات الكاميرات اللي صورت مش مبينه وشوش اصلا. يعني انا ما شفتش بصراحه وشوش قدرت اعملها. صوت بس يا باشا، احنا متفقين. ماشي يا عم، اتفضل يا استاذ رامي. حبيبي يا باشا، منورين والله. استاذ حسن منوره حضرتك، منور الدنيا. ربنا يعزك، ربنا يخليك، تسلم. بس اعقب على حكايه التشكيك والتشتيت والحوارات اللي كل يوم احنا فيها من اول القضيه لحد النهارده. يعني الناس دي والله يرحمونا. انت بتعمل ايه يعني على الارض؟ لا على الارض ولا على الفيس ولا في اي حته، غير ان انت بتشكك الناس في بعضها وبتجننهم. صحيح. خدتونا بالدور واحد واحد. صحيح. كريم نفسه، كريم ابن خالة محمد، شككتوا فيه لحد من اسبوع بالظبط. ناس بتقول لي ده كريم طلع مش ابن خالة محمد، وانت يا عم ازاي كنت بتتعامل معاه وهو على فكره نفس الكلمه اتبعتت لي في الخاص، وقلت لهم انا موافق ان كريم يطلع الدوبلير بتاع كريم ابن خالة محمد. طب انت شفته؟ قلت لهم انا قابلته عند خالته، اعمل ايه تاني؟ ما المشكله ان الناس عايزه بص تشوف كل حاجه، وبيصدقوا العكس، بيصدقوا الهبد. بص يا استاذ رامي، هو في الحقيقه يقول لك عايز دليل. لا هو بص، هو الفكره كلها ان الطرف الثالث ده اللي بيوقع بين الناحيتين نجح في ايه؟ ان هو يدخل مثلا الاستاذه حسنه، استاذ رامي مش محامي، فالاستاذه حسنه طيبه ومتعاطفه زياده، تقوم هي اللي تقول الكلام، يبقى المشكله بين الاستاذ رامي والاستاذه حسنه، والطرف الثالث ده بيختفي. هو ده اللي حاصل من يوم قضيه محمد، وهم نجحوا في الموضوع ده، ونجحوا ان في ناس على فكره محاميين كانوا واقفين مع محمد اقسم بالله بعدوا، ومنهم بيتصل بيا بيقول لي انت مستحمل ازاي؟ يعني الناس ديت لو ثابت كان في ناس هتفيد محمد جامد، لكن هم حسبي الله ونعم الوكيل. انا عايز اوجهه للناس، هي البنت مش معقوله اي واحده هتكون منزله بوستات على حسابها وتيجي تدخل في وسطينا او وسط المتعاطفين او تتكلم. اما هي اللي شفته انا، هي ما تعرفش حاجه عن محمد خالص نهائي. بص يا استاذ عمر، والله البث ده كان بناء على طلب اخوات محمد، وانا طلبت حد من عندهم زي الاستاذ كريم يطلع يقول الكلام ده. اخوات محمد لا علاقه ليهم باي حد على السوشيال ميديا، ما بيتواصلوش مع حد نهائي. الاستاذ كريم سامعني، ولو في حاجه انا بقولها غلط يرد لي حق الرد. اخوات محمد عادل عمر ما في حد راح ذاكر معاه سواء بنت ولا ولد. محمد بيخاف ان اصحابه الشباب يدخلوا، لان معاه بنتين زي ما كنا احنا شباب، وبنخاف على والدتنا واخواتنا. كل اللي على السوشيال ميديا بيتقال على محمد كله كذب لا صحه ليه. طيب هي لسه مكلماني من شويه، قالت لي انا اقنعت واحد من اصحابه انه هو يروح يشهد. تمام. قالت اسمه كريم عاشور، محمد عاشور. هل في واحد محمد عاشور؟ فعلا في واحد اسمه محمد عاشور، ومحمد عاشور رافض انه تواصلت معاه، كان رافض. لو هي صادقه، هي محمد عاشور معاه رقمي وهي معاها رقمي، خليه يتواصل معايا، يروح للاستاذ اشرف نبيل، اي حد فينا يطلع النيابه منه لنفسه لو هي صادقه. لكن اللي هي بتقوله صدقني، هي بقى لها 3 اشهر عماله توديني وتجيبني من يوم ما اوضعنا النقد. انا حبيت استفهم الموضوع دوت. هي لسه من تقريبا من 5 دقائق قالت انا اقنعت واحد من صحابه اسمه محمد عاشور يروح يشهد. يا باشا خليه يتواصل مع حد، خليه يتواصل، بس صدقني هتفضل تقول لك لا، لان محمد عاشور ده هي جايباه من حوالي شهر ونص، ومش معايا انا. كلام كان مع الاستاذه ياسمين، حضرتك ممكن تتواصل معاه وتتاكد. اسم محمد عاشور بقى له شهر ونص. لما رحت الجامعه انا اديته الرقم بتاعي، قلت له لو غيرت رايك يبقى اتصل بيا. لو هي اقنعته انا يوم السبت هناك.
هي بعتت لي دلوقتي ظاهر بعتت لي صورتين سكرينات، انا هخرج اشوف هي عايزه ايه بالظبط، لان انا متواصل معاها من 5 دقائق. شوف والله بص، لو واحد حتى ايه احنا مادين ايدينا لاخر لحظه بس يكون صادق معانا. الظاهر ان هي بعتت لي محادثتها بين محمد عاشور، فانا هخرج اشوف هي قالت ايه معاه وابلغها. هقول لحضرتك تمام. ويا ريت بص يا استاذ عمر قبل ما تطلع قول لها تبعت لك الرابط، كلمه وتواصل معاه حضرتك. ولا انا مش هسكت. انا عارف يا استاذ عمر، ربنا يبارك لك، انا عارف انت بتعمل ايه والله. وبلغت والله يا اخوات محمد، اقسم بالله واستاذ كريم موجود اهو، المكالمه اللي حصلت بيني وبينك. لا بس انا كنت عايز اتاكد من حاجه، انا يعني يعلم ربنا يعني، انا بس كنت عايز اتاكد والحمد لله اتاكدت، وطلعت اتكلمت عن ده في البث. يمكن انت حضرتك مع محمد واتكلمت وضحت المعلومه دي اصلا من البدايه، يمكن حضرتك سمعتها اصلا او اي حد قال لك. والله انا الجروب بتاع الاستاذ محمد إناوي والله ما كنت فيه، بس ما اعرفش طلعت او حاجه زي كده، انا قلت لك. طيب انا اتاكدت وقلت يا جماعه انا وضحت كل دور واحد فيكم يعني، بس يعني اللي مزعل الناس موضوع التشكيكات، وكل واحد بيطلع بكلام بقت الناس مش فاهمه حاجه. انا وجهت الكلام للكل بما فيهم انت كمان يعني، عشان ما حدش يزعل يعني، انا بوجه رساله للكل. وانا كنت معاك الصبح في كلامي واضح وما خبيتش حاجه يعني، كنت واضح حتى في قرارات. وانا بجد اتاكدت وكلامك مظبوط يعني. الله يعزك. بص يا استاذ عمر، لو كده انا موجود في المنصوره السبت والحد والاثنين. تمام. اي وقت خليه يتواصل معايا، واكد له 100%. الناس اللي بتروح تقول اي شهاده مؤمنين مش مني، ده من القانون ومن رئيس النيابه نفسه. انا اكدت بس المعلومه اللي هي قالوا الاستاذ محمد العسقلاني ما معاش توكيل. لما انا دخلت سالت كان الرد الاستاذ محمد الراجل متطوع ما معاش حاجه. فانا دخلت رديت على الناس دي، قلت لهم الراجل ده متطوع بدون اي حاجه، ما هو معهوش توكيل، وانتم عارفين. لا في تفويض ايوه. والتفويض والتوكيل بتاع الاستاذ اشرف محطوطين في مكاتبنا ما استخدمناهمش، لان النقد بيتعمل برقم التتابع وليس بتوكيل او بأي انا فاهم. انا دفعه 96 بقالي اكتر من 28 سنه محامي، مش هطلع دلوقتي اكذب في اي معلومه زي الناس اللي بتقول لك نفسك انت 2006 كمان. الناس اللي بتطلع بتقول لك معلش الايصال مزور وهم محاميين، فما رحتوش بلغتوا عني ليه؟ يا عم انا نفسي اتحبس. طب حتى اسبوع ولا حاجه اقول لهم يبلغوا. حد يحبس الحكومه يا باشا؟ يا عم خليهم يبلغوا ونرتاح شويه من الشغل. ماشي معلش، احنا عايزين نوضح للناس عشان نرد عليها ونصحح المعلومه مش اكتر يعني. لا تحت امرك، انت راجل بصراحه ربنا يكسر من امثالك، ان انت بتحاول انت والاستاذ مصطفى تمحوا اي خلاف ما بين اي حد. والله يعلم ربنا احنا مش عايزين الخلاف ده بينكم اصلا نهائي. انا قلت يا جماعه الناس دي طلعت ان هي تشتغل، فالمفروض ان هي تشتغل، ما تبصش في السوشيال ميديا وتشتغل في صمت. اللي عايز يوصل معلومه يطلع يوصلها عادي، ما فيش مشكله يعني. بص يا استاذ عمر، انا بالنسبه لي في موضوع محمد عادل حتى الخصوم ما فيش اي عداوه بيني وبينهم، ومادد ايدي لاي حد، وكرامه لموضوع محمد عادل. الموضوع لو موكل تاني حاجه من الاثنين، يا خليه يطلع يرد يرمي له ملفه بره، لكن محمد عادل موضوعه ان انا معتبر محمد عادل ده ابني، فما فيش افضل يتخلى عنه. والله يعلم ربنا الواحد. طب حد هينزل يا استاذ مصطفى واقبلك، لان احنا 4 كده. خلاص ماشي، انا هطلع اشوف بس انت عايزه ايه، وانا هرد عليك ابلغك او على الخاص كمان يعني. خلاص ماشي يا ماشي اتفضل. هو يا استاذ كريم كان في سؤال بيتردد على طول، احنا يمكن فيه من البدايه واتكلمنا فيه من اول يوم، واعترضتوا كلكم عليه كعيله يعني، ان الكلام ده ما يحصلش، اللي هو قصه الانتهاك اللي احنا مش مخلصين منها كلام، وكل شويه نعيد ونزيد فيها وترجع تتفتح تاني وتتكلم فيها تاني. تمام. عايزك توضح الكلام ده. لا طبعا ما حصلش اي موضوع انتهاك، او بالنسبه مثلا انا اسف في اللفظ القميص النوم او الكلام الفارغ ده كله، ما حصلش الكلام ده. بالظبط كده الرد واضح وصريح، عشان ما تتطرقش للقصه دي نهائيا، لان اصلا ككريم او كاخوات محمد او اهل محمد عموما ما بيحبوش حد يتكلم في حاجه هي اصلا ما حصلتش، يعني حاجه هي اصلا معيبه لمحمد عادل وهي ما حصلتش في الاساس. فاحنا بنعمل ايه؟ احنا مع محمد عادل ولا ضد محمد عادل؟ يا رامي انت اصلا كنت من اول القضيه خالص، من اول يوم في القضيه لما كلمتني بخصوص الموضوع ده قلت لك ما حصلش كذا 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 كذا، اللي انا عارف اللي هو ما حصلش، بس الناس بتتكلم فيه، ورجعت الناس تاني قالت خلاص ماشي ما حصلش، مش عارف اقتنع، لاني فتحوا القصه دي دلوقتي ليه؟ لا معلش عشان ننهي اللغط اللي موجود ده خالص. جزئيه البلطجيه حضرتك اللي جم عند البيت وكلام. لا في ايصال الامانه، وقت ايصال الامانه ساعه ما استدرجوه ومضى على ايصال الامانه وفرمطوا التليفون. عندك خلفيه؟ حصل يا استاذ كريم، مش في وقعتين حصلوا، وقع قدام البيت لما تهان وجم البلطجيه هانوه قدام اهله وناسه، مش ده حصل؟ اللي هو في محل الحاج محمود، وفي واقعه بقى تاني لما مضى على صلاه الواقعه الثانيه اللي راح مضى فيها على ايصال امانه، حصل فيه تعدي عليه بالضرب ولا لا؟ لا ما حدش ضربه، مجرد تهديدات بس، لكن ما انضربش في التوقيت ده خالص. لا ما انضربش. يعني ما كانش هو ما كانش يا استاذ، ما حكاش لحضرتك حاجه زي كده ولا انت ما كنتش على علم؟ هو انا معلش انا مش عارف اتكلم في الجزئيه دي، انا مش ما كنتش على علم، لا انا كنت يعني مش عايز اقول لحضرتك يعني في مصدر الموضوع يا كريم منه كان معايا. ما حد كان موجود معاه يعني؟ حد كان موجود معاه وحكى لك اللي حصل يعني. ما ينفعش اتكلم في النقطه دي مثلا الا بعد النقد، يعني مثلا ان شاء الله في عاده المحاكمه كلام من ده، طلبوا لي الشهاده، طلبوا اللي كان معاه الشهاده دي للسريه برضه يا استاذ مصطفى، دي حاجه يعني مش عايزين نقولها دلوقتي غير نستفاد بيها بشكل قانوني. بس هو في الاخر بيوضح القصص اللي هي مفيش قميص نوم. بص يا استاذ مصطفى، لا في قميص نوم ولا في غير ان التليفون اتفرمط واتمضى على ورقه، مش ورقه تعتبر ايصال امانه بس مش مكتبي، ورقه عاديه. وكان التليفون بتاعه اما اتشد كان فيه زي ولايه اتقطعت،
ده الواقعه كلها. بعد بس اذن حضرتك يا استاذ، بعد اذن حضرتك يا استاذ محمد، اتفضل. اللي كاتب في الكومنتات بيقول الاستاذ كريم لا يعلم شيئا عن محمد، واضح الاستاذ كريم لا يعلم شيئا عن محمد. ازاي ده ابن خالته يا جماعه؟ لا هو ازاي؟ المشكله ان احنا لا، لسه بنتكلم في التشكيك لا يا والتشكيك والناس برضه مش عارف طب دماغها فيها انتوا اللي هو كاتب، هل انت كنت عايش مع محمد؟ لا محمد احنا اول بنطلع حاجه بنسمعه على كيف، واحنا دلوقتي بنوحد كلمه الراي بص العام. احنا اللي حصل عند احد المناصب الثانيه ده حد استاذ بيخلي محمد عادل بشحم ولحم قدامكم استاذ وصوته مصطفى وصوته. مصطفى بيقولوا استاذ له ما مصطفى حاجه زي كده. استاذنك بس في توضيح حاجه. محمد يا جماعه حياته راجل منطوي على نفسه. اقرب اتنين كانوا ليه خاله، لان سنه يعتبر شاب، خاله حسين وكريم من المنصور من المحله. ما فيش غير اتنين من صحابه طالعين معاه من الاعداديه، ويمكن اخته رنا قالت الكلام ده. واللي معتبره اب روحي ليه الاستاذ محمود شاكر. غير كده مين اللي عايش كان معاهم يعرف اكتر من الناس دي؟ يعني ده الكلام ده كلام والدته. يعني كريم ابن خالته، يعني انا ابن خالتي ده يعتبر اخويا، قاعد معايا انا اخبط اكل عند خالتي، ابن خالتي يجي عندي، فهم اسره يبقوا عارفين اكتر مننا. حتى لو الاستاذ كريم مش حاضر الواقعه اكيد في الاوضه بينهم وبين بعض حكى له، اكيد حاجه لواحد صاحب مشترك ما بينه وما بين كريم، لان هم يعتبروا منطقه كمان واحده. فحته ان كريم ما يعرفش حاجه صعب. لا يا فندم، لا بص يا فندم، هو الموضوع كله اللي وقعت الوصولات الامانه دي انا اتكلمت عليها قبل كده، ورامي عارف على فكره، رامي عارف. صح يا استاذ رامي؟ يا باشا صح، وانا معاك. انا بقول لك انا عايزك انت توضح ليه الصوره، بس هي الناس قافله دماغها على اللي سمعوه واللي اترسم في دماغهم والافلام والمسلسلات الهندي اللي احنا عايشين فيها بقالنا شهرين. يا استاذ رامي انا لما يعني قلت اللي حتى حصل انت بالتفصيل بنقول كريم ابن خالة محمد عادل، لا ازاي ده معناه ازاي يا عم؟ امال الكلام اللي سمعناه ده ازاي؟ طب تصدقوا مين انتوا؟ تصدقوا مين؟ اقسم بالله احنا في مورستان. بعد اذن حضرتك يا استاذ رامي، بعد اذن حضرتك على الموضوع يا استاذ محمد، انا طلعت اتكلمت على موضوع وصولات الامانه ده بالتفصيل. لا الناس قالت لي لا انت احنا شاكين فيه، قمت طالع وصاحب نفسي. يا في حاجه غريبه كمان بقى، في حاجه غريبه. الاستاذ احمد حماد لما طلع وقال انا هجيب باسورد اللابتوب بتاع محمد، ومحمد ما عندوش لابتوب. انا طلعت قلت للناس ما عندوش لابتوب. اخته فعلا ما عندوش. لما كان فيهم كلمه قالت لا ما فيش لابتوب. تخيل عملوا ايه؟ شكوا في اخته كمان. طب على فكره انا اول يوم اما رحت قابلتهم سالت اليوم اللي قبل الواقعه ايه اللي حصل، وحكوا لي لحد ما محمد نزل وحضر خالتك، وان كان في لابتوب او جهاز عندهم في البيت محمد بيستعمله، قالوا ما فيش غير التليفون. الخلاصه من الموضوع ده يا استاذ محمد، الخلاصه من الموضوع ده الناس دي اللي بتعمل كده عايزه اخت محمد عادل تطلع كل يوم، مش هتطلع مش هتطلع من رابع المستحيلات. ايوه وتعمل ايه؟ من رابع المستحيلات. لا احنا هنرد، احنا مفيش بنات عندنا بتطلع يا استاذ رامي. مش هنرد. انا عايز بعد اذنك يا استاذ محمد اي حد بيشكك يشكك. ما انا بالظبط ايه اللي هينقصنا احنا؟ انت هتعجزنا في ايه؟ حتى هتعجزنا في ايه؟ هم يجننوا عشان ياخدوا صوت او صوره للبنتين، وده مش هيحصل من رابع المستحيلات. ده اللي هم شغالين من اول يوم. بعد اذن حضراتكم في كلام انا مش مصرح ان انا اقول بيه. لا صح، حقك مش مصرح ان انا اقول بيه. انا فهمت الجزئيه دي. قلت دلوقتي مش هنستفاد مش هينفع يا استاذه حسناء اللي بتقول انا متاكده ان في فيديو للضرب. هقول لك احنا عايزينه لو حد معاه هاتوه. تمام. هو المفهوم كده من الكلام ان في حاجات توصل على الميديا وفي حاجات ما توصلش على الميديا حفاظا على على حساسيتها، وده اللي انا وصلني يعني. صح ولا يا استاذ كريم؟ بالظبط يا فندم طبعا بالظبط كده. بس يا فندم مفيش فيديو. والله اللي فيه فيديو يبعته عشان نتاكد. يعني يا استاذ محمد بس انا عندي استفسار صغير. كريم مش ابن خالة محمد، راجل من المحله وعايش في نفس الشارع بتاع محمد، تمام؟ ما وصلش الفيديو وهو في القضيه من اول يوم ومتابع من اول يوم، ما وصلش الفيديو دلوقتي. لا هو كريم ما وصلش للفيديو ده ولا عارف عنه حاجه، تمام؟ واحنا اللي قاعدين مثلا في بيوتنا في اخر العالم وصل لنا الفيديو، وصل لنا مش عارف ايه، وصل لنا دي مخدات، دي مش نيره، دي مخدات، ده مش محمد، ده الدوبلير. ايه هو ايه؟ طيب احنا يعني والله ضحكتوا الناس علينا، اقسم بالله الناس بتضحك علينا. يا عم الخلاصه يا رامي الناس متخبطه من الاشياء اللي حصلت في الفتره اللي فاتت، فعادي جدا احنا متقبلين يحصل في تخبط حالي. يعني احنا حاليا في تخبط بيحصل، الناس كلها بس الناس كلها في الاول وفي الاخر قلبها على محمد وخايفين عليه وعايزين يظهر دليل عليهم، مش ان هم يفعلوا لهم حاجه. لا الناس كلها يعني عايزه تعمل حاجه تفيد محمد او عايزه تساعد محمد باي شكل من الاشكال. دي المشكله يا استاذ مصطفى، دي المشكله ان الناس من حبها ان هي عايزه تخرج محمد براءه فبتصدق خزعبلات في سبيل ان هي هتشوف محمد لا الغرض ان الكلام ده يصار عشان لما تيجي المحاكمه يقولوا المحاميين اول حاجه ما استغلوش الكلام بتاعنا وكان معاهم الادله، يقوم الناس تهيج واللي يجي لها اكتئاب وان فعلا ما فيش محاكمه عادله. الكلام ده كله ما فيهوش اي، اللي عنده دليل يا جماعه يجيبه ما يتكلمش. في فيديو هاتوه، في حد يشهد بالواقعه انه اتضرب قدامه يجي يشهد. اللي عنده ادله يا جماعه يقدمها، اللي عنده اي كلام يقدمه، واحنا تحت امركم يعني في اي حاجه. في تعقيب بس عشان في ناس بتسال بتقول لك انتوا ليه بالحاجات اللي تبقى في صالح محمد بتقولوا عليها لا مش موجوده؟ ما احنا مش عايزين نعيشكم الوهم وبعد كده هتعرفوا ان هو مش موجوده وتقولوا انتوا ازاي ما عملتوش حاجه في القضيه بالطريقه دي. يعني فين الادله؟ مش نتكلم ببينه؟ صح يا استاذ محمد ولا ايه؟ بالظبط. اللي معاه حاجه وسمع حاجه يجيب الشخص اللي قال له غصب عنه ويجي يشهد. لا اما ما يقولش، لا اما انا معيش حاجه ما ردتش كلام حد. بالظبط. في الاخر هم جروبات هدير ونيره بياخدوا الحاجات دي سكرينات وينزلوها هناك ويقعدوا بقى ايه يتريقوا ويتناقزوا وشوف المتعاطفين شوف المجانين شوف مش عارف. طب واحنا علينا بايه الكلام ده؟ هي اتكلمت عن واحد اسمه ايمن حجاج. طبعا ده ظهر جديد يعني. لا بص استناني بص يا باشا، ايمن حجاج ده عن طريق حسن اللي احنا شاكينه وبيقول لك بيعمل سحر ومش قصص مالهاش اي 30 اي لازمه، وهي كده احنا عرفنا. استاذنك يا باشا، احنا كده عرفنا هي متواصله مع مين، هي كده وصلت الرساله خلاص. هو لو ما فيش فيديو متصور لمحمد لما راح عند اهل نيره، طيب هنا السؤال، طب نيره استفزت محمد بايه في الاتوبيس؟ طب ممكن ما ينفعش نجاوب عشان في تحقيقات شغاله، ما ينفعش ان احنا نصرح بيها دلوقتي يا استاذ عمر؟
هقول لك دلوقتي لو انا والاستاذ كريم قلنا لك اللي حصل، الشاهد اللي احنا جايبينه ده هيتعرض لخطر، يبقى احنا كده استفدنا ايه؟ ومش هيكمل شهادته، يبقى احنا بنضر محمد. لا لا هو ده مش مجرد شاهد، انا ما بتكلمش عن الشاهد ولا مش شاهد، انا دلوقتي هو الاستاذ كريم هيقول او انا ده كلام شاهد، ولو قلنا هيتعرف هو مين. انا من وجهه نظري اللي انا شايفها ماشي، هنا نيره استفزت محمد، ومحمد كان بيروح الامتحانات قبل كده. طيب لو نفترض ان هو قابلته في المشحمه، هم باعتراف منا ان هي شافوه في المشحمه هيركب معاهم الباص، طب ليه ما احتكش بيها في المشحمه او ما هو الكلام ده بعد المشحمه زي ما بيقولوا. تمام بعد الشهاده هيبان كل دون وهيطمن الناس والله. بس احنا فوزي اللي هتعرفه ان شاء الله من الحقائق بعد كده هيخليك ما تندمش ان انت اتعاطفت. اللي اتقال الكذب دون مش هو ده في اكتر من كده بس بادله وبراهين، هيخليك مش هتندم ان انت اتعاطفت. بس هو تصور وهو بيضرب، عشان كده مليون في المية الناس بترجح، ومن ضمن الناس اللي احنا بنفكر فيها انه هو رجح استفز بالفيديو ده احنا اللي بنرجحه. طب اقول لحضرتك انا امتى محمد اتضرب عشان ننهي برضو القصه دي. محمد كان في واحد بيعاكس نيره تمام، وجه محمد عشان يتدخل ويتخانق، كانوا هم 3، فمحمد اتزق واتضرب وهي بقت تصور وتضحك. الفيديو ده منتشر وده صح مش غلط، بس ده ما كانش في وقت الضرب. يعني هي ممكن دي اجابه منطقيه فعلا، لان امها فعلا هو ده اللي حصل. امها فعلا هي قالت الكلام دوت، قالت في واحد كان بيعاكسها وهو اتصدر ليها ومسكوه ضربوه، وهي فعلا امها قالت كده في كانوا 3 والفيديو ده متصور وموجود، لكن واقع اتصالات الامانه كانت مقتصره عن مسح التليفون وكتابه اتصال امانه. وعايزين بقى نقفل عشان عندنا جلسه الصبح بالله عليكم، وانا لسه جاي من المنصوره. نازل وفي صاحب هو ده نازل ورا وفي صاحب اهوت هيجري اصلا بعد ما يضربها اول طعن، والاصفر معاه ومعاهم واحد كمان لابس قميص كده قدام. مشرف الاتوبيس بيحكي لي واحنا في النيابه